أهلا وسهلا بكم في الفيديو اللي غيكون عبارة عن تحليل لمباراة المغرب والغابون. المباراة تندرج ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، والمنتخب المغربي بالرغم من أنه هو المنظم وبالتالي المنتخب المغربي ضامن المشاركة ديالو، إلا أنه أيضا كيشارك في التصفيات. المنتخب المغربي كيتواجد ضمن المجموعة الثانية واللي كتضم كل من الغابون، إفريقيا الوسطى وليسوتو. والإشارة فمنتخب إفريقيا الوسطى انتصر على منتخب ليسوتو بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى. وبالرجوع لمواجهة المنتخبين المغربي والغابوني، فالمنتخبين سبق لهم تواجهوا في 17 مباراة قبل هذه. المنتخب المغربي فاز ب8 مواجهات والمنتخب الغابوني فاز ب6 مباريات، فيما تعادل المنتخبان في 3 مناسبات. وأكبر فوز للمغرب على الغابون كان بنتيجة 6-0 سنة 2006، أما أكبر فوز حق المنتخب الغابوني كان بنتيجة 3-1 سنة 2009. المباراة أقيمت بملعب أدرار بمدينة أكادير بقيادة الحكم الموريتاني دحام بيدا، واللي سبق ليه وقاد نهائي كأس إفريقيا الأخير بين الكوت ديفوار ونيجيريا. المنتخب المغربي دخل المباراة بالتشكيلة التالية: بونو، عبقار، أغرد، مزراوي، حكيمي، الخنوس، أمرابط، دياز، زياش، الزلزولي ورحيمي. والمنتخب الغابوني دخل بالأسماء التالية: مبابا، أويونو، أبين دانغوي، موكيتو، إيكوميي، كانغا، بيتيغ، نزينغي، بابيكا، بوانغا وأوباميانغ. نجيو الآن لأحداث الشوط الأول. في الدقيقة 10 الحكم غيعلن على ركلة الجزاء اللي اصطادها عبد الصمد الزلزولي، والعميد حكيم زياش غينفذ الركلة بطريقة بانينكا الشهيرة، وبالتالي غيسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي. 5 دقائق من بعد الحكم غيعلن على ركلة الجزاء الثانية في المباراة بعد ما لمست الكرة يد المدافع عبد الكبير عبقار، واللي غيتلقى على إثرها بطاقة صفراء. ركلة الجزاء نفذها العميد أوباميانغ وضاعت الكرة بعد ما ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس. دقيقة 25 رحيمي غيصطاد ركلة الجزاء الثانية للمنتخب المغربي، والتنفيذ مرة أخرى من حكيم زياش بنجاح. تاحت فرصة سانحة للمنتخب الغابوني لتسجيل الهدف الأول، لكن لاعب تولوز باريغا غيضيعها بغرابة. ثم من بعد رحيمي غيتسبب في ركلة الجزاء الثانية للمنتخب الغابوني، وهي رابعة خلال الشوط الأول ليكون شوط ركلات الجزاء بامتياز. والإشارة في ركلات الجزاء الأربع اللي أعلن عليها الحكم كلها كانت قرارات صحيحة. العميد أوباميانغ مرة أخرى ينفذ، وهذه المرة غيسجل الهدف الأول للمنتخب الغابوني. الشوط الأول انتهى بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب المغربي، وقدر المنتخب المغربي أنه يكون هو المستحوذ على الكرة بنسبة ديال 67% مقابل 33% المنتخب الغابوني. وهادشي كيبين أن المنتخب المغربي انهى الشوط الأول وهو متفوق نتيجة وأداء، بالإضافة لأن المنتخب المغربي قام ب 322 تمريرة 292 منها كانت ناجحة، أي بنسبة ديال 90%، وهذه نسبة كبيرة من طبيعة الحال. أما المنتخب الغابوني فقدر يقوم فقط ب 134 تمريرة ناجحة من أصل 166، أي بنسبة نجاح وصلت ل 80%. بالرغم من أن هذه النسبة هي أيضا نسبة جيدة، لكن عدد التمريرات الناجحة كان قليل بالمقارنة مع المنتخب المغربي. وبالإضافة لذلك ما نساوش الدور المهم اللي قام به الحارس ياسين بونو، بحيث أنه تصدر 5 ديال الكرات مقابل 1 للحارس الغابوني مبابا. لكن بالرغم من ذلك فهناك أرقام أخرى قدر يتفوق فيها المنتخب الغابوني خلال الشوط الأول، بحيث أنه سدد 10 ديال التسديدات، 6 منها كانت مؤطرة، أما المنتخب المغربي فسدد فقط 6 ديال التسديدات و3 منها اللي كانت مؤطرة. الشوط الثاني كان هناك ركلة حرة مباشرة اللي نفذها حكيم زياش وقدر يتصدى لها الحارس مبابا، ثم في الدقيقة 59 نجم ريال مدريد إبراهيم دياز غيسجل الهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة من عبد الصمد الزلزولي. وفي الدقيقة 82 البديل أيوب الكعبي غيسجل الهدف الرابع، وكتنتهي المواجهة بفوز المنتخب المغربي بنتيجة 4-1. نجيو الآن الإحصائيات ديال الشوط الثاني. المنتخب المغربي قدر يحافظ على الاستحواذ ديالو مثل الشوط الأول، والاستحواذ في الشوط الثاني وصل 63% مقابل 37 المنتخب الغابوني، والاستحواذ كان إيجابي بحيث أن المنتخب المغربي قدر يسجل 2 أهداف أخرى كيف ما شفنا في الشوط الثاني. والشيء اللي ما قدرش يتفوق فيه المنتخب المغربي في الشوط الاول واللي هو التسديد على المرمى قدر ينجح فيه في الشوط الثاني، بحيث ان المنتخب المغربي سدد 12 تسديده، 4 منها كانت مؤطره، بالمقابل المنتخب الغابوني سدد فقط 6 ديال التسديدات، 1 هي اللي كانت مؤطره. كاين عامل اخر قدر يتفوق فيه المنتخب المغربي، وهي خط التسلل المتقنه من الدفاع، بحيث ان المنتخب الغابوني رفعت عليه رايه التسلل في 3 المناسبات. بالاضافه لذلك المنتخب المغربي واصل الاستحواذ ديالو على الكره، وذلك بالتمريرات الناجحه اللي وصلت ل 283 من اصل 316 تمريره، اي بنسبه نجاح 89%، وبالتالي المنتخب المغربي بقى محافظ على المستوى ديالو في الشوط الثاني. المنتخب الغابوني قدر ينجح في ايصال 159 تمريره ناجحه من اصل 174، وبالتالي نسبه النجاح التمريرات ارتفعت ل 91%، لكن من دون اي جدوى. كاين عامل اخر قدر يستغلوا المدرب وليد الركراكي وهو التغييرات، واللي كانت كالتالي:
دقيقة 68 دخول نجم أولمبياكوس اليوناني أيوب كعبي مكان سفيان رحيمي، والتغيير عطى الأكل ديالو، بحيث أن الكعبي سجل الهدف الرابع بعد 14 دقيقة من دخوله لأرضية الملعب، وهذا رقم جيد بالنسبة لأيوب كعبي. بالإضافة للتغييرات الأخرى واللي كانت كالتالي: دخول أخوماش وأوناحي مكان دياز وزياش، ثم دقيقة 80 دخول ريتشاردسون وعدلي مكان الخنوس والزلزولي. أما تغييرات المدرب مويوما نقدر نقولوا أنها كانت بدون فائدة، بحيث أن البدلاء ما قدروا يقدموا حتى شي إضافة. نجيو الآن للأداء الفردي ديال بعض اللاعبين. نقدر نقولوا بأن زياش ودياز قدموا إضافة كبيرة في المباراة، وكذلك البديل الكعبي اللي كيف ما ذكرنا سجل بعد دخوله ب 14 دقيقة. كذلك ما نساوش أحد نجوم المباراة وهو الحارس ياسين بونو اللي قدر يتصدى لمجموعة من الكرات خصوصا في الشوط الأول. أما المنتخب الغابوني فإلى استثناء العميد أوباميانغ اللي بالرغم من ضياع ركلة الجزاء الأولى إلا أنها ما أثرتش عليه بشكل كبير، لكن بالرغم من ذلك فراه ما قدرش يقدم شي مستوى عالي. أما بقية لاعبي المنتخب الغابوني فكانوا عاجزين أمام قوة المنتخب المغربي. إذن بعد هذا الانتصار المستحق نتيجة وأداء، المنتخب المغربي غيواجه منتخب ليسوتو الجريح واللي انهزم كيف ما ذكرنا من قبل بنتيجة 3-1 أمام منتخب إفريقيا الوسطى. مواجهة غتكون يوم الاثنين على الساعة 7. وفي الختام كان هذا تحليل بسيط لمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الغابوني. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.